السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس بقى اللي عايزة تتجوز والمتجوزين اللي عايزين يظبطوا الكلام، ركزوا معايا في الكلمتين دول. احنا كان عندنا حاجة شغالين عليها في أبجديات اسمها المدرسة. المدرسة كان أول قسم فيها العبادات، ده خلص اللهم لك الحمد، ودلوقتي احنا في قسم العادات. حلو. فاحنا دلوقتي داخلين على معترك. هنتكلم بقى في المنهج بتاعنا عن الجواز، عن آداب النكاح، من أول فضل الزواج وفضله في الإسلام والمصالح اللي مترتبة على الزواج الدينية والدنيوية اللي مهمة جدا ان انت تعرفها عشان تحققها اصلا. تمام. طيب وبعد كده بقى صفات الزوجة المناسبة واهم ما تتميز بيه، وايه الحاجات بقى اللي ممكن ان انت تفكر فيها وتتنازل فيها وبعد نفس الكلام في الزوج، صفات الزوج المناسب اللي بالمناسبة انت كزوج ذات نفسك محتاج ان انت تعرفها عشان خاطر تشتغل على نفسك فيها. ما كل واحد بيبقى عايز يعرف الصفات بتاعته عشان يشتغل عليها، والصفات بتاعت التاني عشان خاطر يختارها او يشتغل عليها لو كان هو اصلا كده كده متزوج. ومفاتيح بقى العشرة، ايه الاسلام قال لنا ان احنا نعاشر بعض ازاي ونتكلم مع بعض ازاي، وحقوق الزوج وحقوق الزوجة. وبعد كده بيتكلم عن آداب الولادة. احنا وصلنا بقى للولادة وآداب الولادة. وفي الآخر باب يمكن غريب شوية، ولكن هو آداب الطلاق. آداب الطلاق طبعا احنا يعني مش بنتمنى لده، ولكن هو ده شيء موجود. ففي الدراسة واحنا شغالين في المنهج بتاعنا هنتكلم من أول الفضل والمنافع والمصالح والاختيار والإصلاح والعشرة والولادة والطلاق. كل ده هيكون موجود في مفاتيح البيت السعيد. احنا سمينا الدورة كده جوه الدورة، يعني احنا أصلا كنا جوه دورة مدرسة الحياة. جوه بقى دورة مدرسة الحياة هنعمل دورة جوه الدورة، وهي مفاتيح البيت السعيد. يا رب يرزقنا يا رب الإخلاص في القول والعمل، ويا رب يجعل بيوتنا كلها سعيدة، ويا رب ينفعنا وينفعكم. لو فعلا حريص ان انت تبقى يعني على علم بالموضوع ده وتدرسه معانا، انطلق على طول. احنا ان شاء الله هنبدأ في هذه الدورة تاني اسبوع في شهر يناير 2024. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.